يوم الثلاثاء وبالضبط بعد يومين. وبنفس وقت هذا السوبر بيكون اليوم الوطني. بتكون المباراة بين نادي خليج سيهات وبين نادي الهدى تاروت. المباراة بتكون في صالة القطيف الساعة 6:30. طبعا بنتكلم على كل حال فريق. أول فريق نادي الهدى. الهدى راجع من مباراة جدا صعبة أمام نادي الأهلي الذي انتهت بالتعادل المثير، والمباراة أرهقت أغلب لاعبين نادي الهدى. أتوقع أن الهدى ما راح يقدم الأداء المطلوب. والآن عن نادي الخليج. الخليج في حالة مستقرة، متصدر الدوري وفايز على نادي الأهلي و5 فوزات على التوالي. ومع رجوع سيد علي آل إبراهيم وقع المباراة كلها من صالح الخليج. توقع أن بتكون المباراة جدا مثيرة حماسية بين الطرفين والجمهورين. توقع يفوز الخليج بفارق 3 أهداف. ما بنسى أن الهدى ممكن يرجع في المباراة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو للأخير، وأنا علي سواد وهذا خذ لك ملخص.